اللهم صل وسلم وبارك على أشرف الخلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألف مبروك للنادي الأهلي وهارد لك للنادي الزمالك. طبعا احتفال كان ولا أروع ويليق بقطبين الكرة المصرية ولا يمد السعودية بشيء. دي من وجهة نظري. طبعا امبارح الكابتن حسين لبيب طلع قرار أي حد في البعثة هياخد هدية هتروح لتحيا مصر، رافضين رفضا تاما أي هدايا. طبعا عشان ما نعدوش فكرة مرتضى منصور. طبعا بالنسبة لإمام عاشور أنا مش عارف أقول غير إن أنت بينك ما بين ربنا، يعني تجيب هدف وتصنع هدف وتاخد يعني أحسن لاعب في المباراة وفي نفس الوقت بتغيظ جمهور الزمالك. إحنا عملنا لك إيه؟ ألف مبروك للكابتن محمود الخطيب والنادي الأهلي على الفوز، فوز كبير على نادي كبير. طبعا ألف سلامة على الكابتن زيزو، ألف سلامة، نشوفك قريبا في الملاعب بإذن الله، ونتمنى ليك إن أنت يكونش الإصابة كبيرة إن شاء الله. طبعا الحمد لله والفضل لله على كل اللي حصل. طبعا أنا كان عندي تعقيب على الكابتن سيف الجزيري. دي مش كورة اللي بتوجع فيها، المفروض سيادتك كنت ضغطت، كنت عملت حاجة. طبعا الزمالك امبارح كان يلاعب مصطفى شوبير، طبعا ده الناشئ اللي فعلا يتقال عليه ناشئ يأمن مستقبل فريق ومنتخب. الحمد لله جت على كده. طبعا الواحد محروق من جواه، وما تفتكروش لابس احمر على اساس ان انا غيرت انتمائي، برضو انا زملكاوي، بس الاهلي ليه تقدير واحترام ما نقدروش ننسوها. بيا من غيري الاهلي فريق كبير، الاهلي فريق عظيم. بيا من غيري الزمالك فريق محترم وفريق كبير وفريق عظيم. طبعا اللي عمله امبارح تركي آل الشيخ من وجهة نظري حب يراضي جمهور الاهلي. الله اعلم عاد جمهور الاهلي هيوافق ولا مش هيوافق. هو شاف امام عاشور عمل ايه مع جمهور الاهلي وفي الاخر نسي جمهور الاهلي. يا ترى دلوقتي جمهور الاهلي هينسى اهانة تركي آل الشيخ ولا عادي يا باشا نرحب بيه في النادي الاهلي؟ بس انا من وجهة نظري ان محمود الخطيب رافض. طول ما محمود الخطيب قاعد في الاهلي تركي آل الشيخ مش هيدخل الاهلي. ده اللي انا شايفه والحمد لله جت على كده، وان شاء الله الجايات اكتر، في انتظار النادي الاهلي تاني عشان نعرف ناخد حقنا. اي نعم مش هتكبر من بطولة، بس فوز على الاهلي سواء لو في دوري او في ماتش ودي دي حاجة كبيرة للنادي الزمالك او لاي فريق تاني. الحمد لله قدر الله ما شاء فعل، والحمد لله جت على كده. طبعا بالنسبة للناس اللي زعلانة مني في فكرة ان انت اصلا المفروض تغير انتمائك، وانت يا باشا انا مش هغير انتمائي، انا حبا للنادي الزمالك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.